الحين ان شاء الله قبل لايك الحين يا ولد لايك. فجر لايك. فجر الاشتراك اهم شيء. حط زر الجرس، اهم شيء جر الجرس. السلام عليكم، انا ماهر مريسي من قناة المقرون. اليوم ان شاء الله الجمعة التاريخ 12/5 في ايفنت بشركة جوجل، انا مدعو لهذا الايفنت. بروح هناك وبصور لكم كل شيء، وبشوف لو في يمنيين غيري ولا انا اليمني الوحيد اللي موجود هناك، وبصور مع يوتيوبر يعني مختلفين، سعودي، مصريين، سوريين، اي شيء بصور معاهم كلهم، وبصور ايش بيحصل، وخليكم مع الفلوج. والحين وصلنا الفندق اللي هو روتانا اللي فيها الايفنت. خلنا بخش الحين. ايفنت اليوتيوب وين؟ السلام عليكم. ماهر المريسي. وخر راسك. دخلت صورني معه، ايش المشكلة؟ تعال حبيبي. اسمي كريم. سعود نظام. صاحب قناة؟ سلير. بحط لكم قناته هنا تعمل. الله يعطيك لا يا حبيبي. وهذا اليوتيوب عشان ما نزعل شديد. الله يسلمك، كيف حالك؟ انا من التابعين. والله الله يعطيك العافيه حبيبي. كتزون ممكن نشوف التعليقات. قناة ايش؟ كتزون اي والله شفتها. الله والله شفتها تقريبا باخر فيديوهاتي. اي الله يعطيك العافيه والله. أول شيء أنا ديكم قاعدين تسألوني إيش يعني سفراء يوتيوب؟ من أنتم؟ وعلى أي أساس اختراقكم بيوتيوب وأنكم تكونون سفراء اليوتيوب السعودية؟ أول شيء برنامج سفراء اليوتيوب كان بادئ السنة اللي فاتت تقريبا عام 2016. بدأ برنامج حول العالم، والحمد لله كانت السعودية من أوائل الدول اللي اختارونها إنهم يطبقون فيها البرنامج. إلى الآن في تقريبا 100 سفير اليوتيوب في السعودية في العالم كله. احنا سفراء يوتيوب السعودية، انا ورنا من قناة شيوكا وعبد الله من قناة اليوتيوب. على طول يطلع الاعلان في البداية، وبالتالي انه لما يشوفوا الاعلان راح يحمسهم انهم يشتركون في القناة او لا. الاعلان لازم يتكلم عن من انتم، ايش رسالتكم، وايش راح يستفيدون لو اشتركوا في قناتكم. هذا طبعا لازم يكون مرة قصير، ما يتعدى دقيقتين. اوكي اقل من دقيقة، بس انا احس 30 ثانية 40 ثانية مرة ممتاز انه يكون الاعلان. هذا العمر فاروق وقناته. لازم تحملوا مقاطع بانتظام، واذا انتم مثلا محددين لكم كل اسبوعين فيديو او كل شهر اكتبوا هالشيء، وعلموا في متابعين حتى لو كان يعني مو اسبوعي. حددوا اليوم، التزموا بالجدول، علموا في متابعينكم، حطوه زي ما قلت في البانر، ترى مره يفرق. يعني اوكي انتم ممكن تنزلون فيديو كل اسبوع، حددوا لكم يوم. حددوا لكم يوم، احد، ثلاثاء، اربعاء، لا تحددون الساعه. بعض اليوتيوبر ما شاء الله يحددون الساعة، بس أحس إنه هذا يقيدكم، فممكن تحددون يوم معين ومن قبله أنتم حاطين في بالكم إنه لازم هاليوم ننزل فيديو واستعدوا قبلها. شغلة ثانية بعد، لما أنتم مثلا الانقطاع، مسألة الانقطاع عن القناة، أنا بالنسبة لي طبعا يرجع لشخصيتكم أنتم، بس أنا بالنسبة لي إنه الانقطاع محدود بفترة، لا تنقطعون مدة مرة طويلة، يعني 3 شهور 4 شهور. الغياب هذا مو من مصلحة القناة في الأخير. فأنتم إذا أنتم عارفين عندكم ظروف راح تخليكم تتقطعون، جهزوا الفيديوز من قبل، ارفعوها بالقناة وتصيروا تنزلونها في فترة عندكم سفرة أو غيره. فلازم تحاولوا إنكم تنتظمون بالقناة وما تنقطعون كثير، لأن في الأخير هذا راح يخليكم أنتم ترسخون بذهن الجمهور، بذهن المتابعين، هالشيء مرة يفرق. أنا عبد الله بطيس، سفير يوتيوب بالسعودية، وعندي قناة نيوتك، قناة تقنية أقدم فيها شروحات ومراجعات الأجهزة وآيفون جالكسي وغيرها من الحاجات هذه. البريك.
بس بشر ها قناة ما وقع لا بص خلنا ليه؟ هذه تصور كيف؟ اي صورك وانت توسخ المكان عشان بس هذه تنكبني اي والله لا شوف طيح على الارض يا اخي هذا فيديو ايوه فيديو من ورا احسه مصور لا فيديوهات بيس هذا احمد ناصر صاحب قناه كيدزون اليمني الثاني في الايفنت حق اليوتيوب. تابعوه، احط لكم رابط قناته تابعونا ها. اشتركوا بالقناة، اشترك كومنت لايكات. دعموا حبايب قلبي. المقرون ترى انا من احد متابعيني حبايب قلبي والله. حبيبي. الحين الاجتماع. متخصصة في الجرافيك والتعليم الإلكتروني، متخصصة يعني سعيد الشهري، قناة علمية تهتم بشرح الرياضيات. سمير الاثنين، قناة تقنية المعلومات، شروحات تعليم. أنا بخصائي على قناتي الخاصة بالكتب، أسوي بلوجات على اللغات الإدارية. أمين معيوب، تقنية معلومات. عبد الله الشيعي في النار، قناتي في أفلام قصيرة وسلسلة. كنت أتوقع شكلك توصل عندي زي كذا. أكثر شيء على رياض السيارة. I can speak English, no problem. No problem. My name is Mukhtar and me and my wife have a television channel on YouTube. قناة أحمد لمس بنحط رحلات عرض الشركات. قناة يوتيوب مجال وصل. عبد الله محمد، قناة يوتيوب جيم. كان الإخواني قناة الآن ناس مستوى كمان يومين قناة زود بتهتم بكل ما يخص الطريق عن قناة علمية. ويشان الشيعي في قناة متخرج، قناة تهتم بمقالب وتغطيات ومقابلات. وش اسم القناة؟ متخرج. عبد الرحمن سلمان، صاحب قناة محمد سلمان، منتظم في مجال الحاسب الآلي. متخصص في برمجة وتصدير الألعاب الجوال والبلاي ستيشن وعرض بعض الألعاب. آلاف مهجورة. سعود زوان، قناة سلاير، متخصص في الألعاب. بالكتوبة. خلاص خلها. ما أدري هرج ولا يعفض. أسامة محمد، قناة زيرو سكول، تخصص برمجة وتصميم ويب. ما شاء الله. عزيز القابوس، قناة مدرعات وفيها غرائب. معاذ العرج، قناة سيريز وينز متخصصة بصناعة الأفلام متخصصة بالأطفال. دكتور محمد الغندور، قناة مختصة بالكرشة. التلفزيون على قناة اليوتيوب في البي سي وغيره. ناصر، قناة تلفزيون مهتم بتعليم الأطفال، يعني تعليمية ترفيهية. أرقامها أول شيء. سيف الحميداني من قناة سيفاني جيمر، مونتاج تصوير وكذا.
ياسر المهندس، قناة الوهم، أول قناة عربية متخصصة في فنون الوهم والخداع البصري على اليوتيوب. ما شاء الله. انا عارف انك توصل عندي توم كبري. ماهر مريسي، قناة المقرون، فلوقات وتجارب اجتماعية. عفطها زين. هاي لازم. بش لها انا خلاص اطلع. مساكم الله بالخير. سلمان هذا. انا اخوكم محمد النحيت. عندي قناة في اليوتيوب شخصية عامة، انزل فيها سفر واي شيء خاص فيني احطه فيها كحفظ لحقوقي يعني. حلو جميل. ها الحين تصور قل لي يا اخي. ايه قاعد يصور فيديو. هلا والله. هلا. لا تنسون اللايك، سلاير، قناة سلاير، سبسكرايب. والرجال تراه مجدد علشانكم. لايك سبسكرايب هذا شيء ضروري مره. اي من جد. الاشعارات اهم شيء. الاشعارات تقدرون كم عدد الشركه؟ كم؟ 23. 23 ترى تقدرون توصلون ل 30,000. تقدرون الحين ان شاء الله قبل هذا لايك الشهر. الحين يا ولد لايك. فجر لايك. الاشتراك اهم شيء. حط زر الجرس، اهم شيء يجري الجرس. كل قنواتهم بحط لكم رابطهم بالدسكربشن ان شاء الله. شباب هذا الرجال يستاهل من اطلع 30,000 بس ما عليك احنا عادي لا لا والله لازم. متفرعين اي متفرعين متطوعين. والله تشرفت بمعرفتكم حبايبي. شرفتنا، الله يوفقك يا رب. امان الله، مع السلامه. وبس كان هذا الايفنت حق اليوتيوب. ما قدرت ان انا اتكلم كثير لان كان فيه تقريبا 30 شخص. الحبيب هذا تعرفت عليه هنا، وان شاء الله والله تشرفت. بتجي ايام بصور انا وياه فيديو ان شاء الله قبل ما اسافر. كونوا مستعدين الحماس ان شاء الله. صاحب قناه سلاير، بحط لكم طبعا روابطهم، كل الشباب بحط لكم روابط قنواتهم تحت بالدسكربشن. وهذا الفيديو عارف ان انا ما طلعت فيه كثير، بس المهم ان شاء الله ان في ناس جداد يوتيوبر ولا أي شيء استفادوا من هذا الايفنت. ايفنت كان جيد جدا والله، استفدنا اشياء كثيره مره ثانيه. ان شاء الله بنجتمع ان شاء الله احنا والشباب مره ثانيه. وفمان الله.